بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله ومن والاه. كنحمد ربي سبحانه وتعالى على النعم الجزيلة والكثيرة اللي اعطانا ربي سبحانه وتعالى، وهذه النعم أيها الإخوة الأفاضل ما يمكنش نحسبوها ولا نعدوها لأنها كثيرة. واش قال ربي سبحانه وتعالى؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. راكم إلا بغيتوا تحسبوا النعم ديال ربي سبحانه وتعالى راه ما غاديش تحسبوها وما غاديش تكملوها بالحساب، واخا تضلوا تحسبوا وتباتوا تحسبوا راه ما غاديش يعني تقولوا جميع النعم اللي نعم عليكم ربي سبحانه وتعالى. ومن أجل النعم وأعظمها هي نعمة الإسلام. فكنحمد ربي سبحانه وتعالى أن خلقنا مسلمين في أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيها الإخوة الأفاضل، هذه النعمة اللي غنتحدثوا عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى هي نعمة اللسان. هذه النعمة العظيمة الجليلة اللي اعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى، وبإذن الله سبحانه وتعالى هي اللي كناكلوا بها ونشربوا بها ونتواصلوا بها. لذلك خصنا نحمد ربي على نعمة اللسان، لأن هناك كاينين شي ناس بغاو مساكن يتكلموا بغاو يقولوا شي حوايج ولكن زنازن مساكن. كاين مسكين اللي بغى يطلب شي حاجة ولكن ما قدش لأن عنده مشكل في النطق. إذا خص الإنسان يستغل هذه الجارحة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى باش إن شاء الله سبحانه وتعالى يزيد ربي نعما إلى نعم. لئن شكرتم لأزيدنكم. راك إلا شكرت ربي عز وجل غادي يزيدك نعم إلى نعم، وإلا كفرت والعياذ بالله فغادي يحيد لك هذوك النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى. لذلك خص الإنسان يشكر ربي سبحانه وتعالى على هذه النعمة ديال اللسان، لأنها خطيرة جدا إلى الإنسان والعياذ بالله استغلها فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ربما والعياذ بالله تكون السبب ديالو في دخول النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. راه حتى واحد منا أيها الإخوة الأفاضل ما يقدرش يتحمل هذه النار التي وقودها الناس والحجارة. يا ربي تعافينا من عذاب جهنم، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وهذه الجارحة أيها الإخوة الأفاضل كما قلت رغم أنها صغيرة راه يمكن تكون أيضا سبب ليك في دخول الجنة، لأنه جاء في واحد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سولوه بعض الصحابة أشنا هو يا رسول الله أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام تقوى الله وحسن الخلق. وسولوه أيضا عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام الفم والفرج. أيها الإخوة الأفاضل، شفتوا شنو هو الأكثر اللي كيدخل الناس جهنم والعياذ بالله؟ هو هذا الفم اللي كيضلوا يهضروا بها فيما لا يرضي الله، وهذه الفروج نعوذ بالله التي يستغلونها وكي يستعملوها فيما حرم الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان خصو يحرص أن هذا الفم يذكر به ربي سبحانه وتعالى، ويعني يدير به فقط ما يرضي الله عز وجل، لأنه الإخوة الأفاضل ممكن هذا اللسان والعياذ بالله يكون سبب ليك والعياذ بالله باش تدخل النار، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. ويمكن هذا اللسان والعياذ بالله يدي بك لواحد الأمر عظيم وهو الشرك، نسأل الله سبحانه وتعالى. الشرك بالله، لأن جاء في واحد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فقد كفر أو أشرك يعني والعياذ بالله هذا الأمر يقضي يدي به الكفر أو الشرك. إلا كيعظم هذاك الشيء اللي كيحلف به نسأل الله سبحانه وتعالى راه يمكن يدي به والعياذ بالله إلى الكفر أو الشرك. وإن كان هذا الشرك والكفر شركا أصغر، ولكن ممكن والعياذ بالله الإنسان كيعظم هذاك الأمر وكيعظم هذاك الشيء اللي كيحلف به راه ممكن نسأل الله سبحانه وتعالى يوصل للشرك الأكبر. لذلك باش الإنسان يسد هذا الطريق ديال الشرك وديال الكفر خصو يحلف بربي سبحانه وتعالى وحده. لذلك جاء في واحد الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اللي غيحلف يحلف بربي سبحانه وتعالى ولا يسكت راه حسن ليه. وجاء في واحد الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. إلا غتحلف ما تحلف إلا بالله عز وجل، والله تالله بالله. واللي تأمل أيها الإخوة الأفاضل، نسأل الله سبحانه وتعالى الآن يعني الألسن ديال الكثير من المسلمين، ها اللي كيحلف وحق الطعام وحق الجام وحق البولا وحق اللبن وحق الكسكسو وحق النور اللي في وجهك وحق نعوذ بالله، هذا كله مما لا يرضى الله سبحانه وتعالى. اللي بغى يحلف ربي سبحانه وتعالى، والله تالله بالله، والله تالله بالله، حروف القسم، والله الواو والتاء والباء، هذه هي حروف القسم اللي كيقولوها في اللغة العربية. ولا أقسم بالله العظيم، أنك تعظم ربي سبحانه وتعالى، ما تجيش تعظم شي حاجة اللي هي تافهة. نسأل الله سبحانه وتعالى الملحة، شنو هي الملحة؟ ولا كتحلف بشي حاجة تافهة، نعوذ بالله. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، خص الإنسان يحذر من هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وإلى الإنسان خطأ وحلف يقول لا إله إلا الله. الكفارة ديال هذا الأمر إلا قال خطأ الإنسان وحلف بغير الله يقول لا إله إلا الله، لأن جاء في واحد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. لأن المشركين فيما مضى كانوا كيحلفوا بالأصنام ديالهم باللات والعزى، نعوذ بالله. ولكن المسلم لا يحلف إلا بالله. وجاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها بإذن الله سبحانه وتعالى، هذه الأحاديث اللي كنقول كلها صحيحة بإذن الله. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم. عندك تحلف بباك ولا أمك ولا بالأنداد بالأصنام، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وما تحلفش إلا وأنت صادق. إياك والعياذ بالله تبقى تكذب وتتاخذ آيات الله سبحانه وتعالى هزوا. ما أكثر الناس الآن والعياذ بالله اللي كيحلفوا بغير الله، وكتلقى الإنسان والعياذ بالله كيحلف بماذا؟ باش يبيع السلعة، ولا والله إلا هذه جات من فرنسا، والله إلا هذه الحاجة مزيانة ديال الصبرين، ودي الله يهديك. يتق الله سبحانه وتعالى، يتق الله عز وجل، ولا تحلف إلا بالله صادقا. لا تحلف إلا بالله، ما تحلف إلا بربي سبحانه وتعالى وانت صادق. لذلك جاء في الحديث عن واحد الأثر، ماشي حديث، هو أثر عن ابن مسعود، أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال لك واخا نعرف نحلف بالله سبحانه وتعالى وأنا كاذب خير لي من أنني نحلف بغيره صادق. واخا صادق ونحلف بغير الله فهذا أكثر جرما، نعوذ بالله، من الحلف بالله سبحانه وتعالى كاذبا. ولكن على الإنسان دائما كما جاء في الآية، ربي سبحانه وتعالى كيقول: واحفظوا أيمانكم. خص الإنسان يحفظ اللسان ديالو، ما يبقاش غير يحلف والله 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 ديما. لا، ربي سبحانه وتعالى ما خصكش تبقى تحلف به يوم دائما. لا تحلف به إلا صديقا، إذا دعات الضرورة وحلفت به فلا تحلف به إلا صديق. وهناك مسألة أخرى، بعض الناس كيقول: وحق الله، حق الله على العباد أيها الإخوان أن تعبده ولا تشرك به شيئا. هذه العبارة ما خصناش نبقاو نقولوها، نقولوا حق الله، نقولوا والله، لأن حق الله على عباده هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لأنك إذا قلتي وحق الله بحال إلا قلتي ماذا؟ أي أحلف بحق الله على عباده الذي هو عبادته. لذلك أيها الأخوة الأفاضل، خص الإنسان يحذر ويكون على بال من اللسان ديالو باش يستعملوا بإذن الله سبحانه وتعالى، وما يحلفش إلا بالله، حتى باش ما يوقعش في هذا الأمر اللي قلناه والعياذ بالله، اللي هو الشرك الأصغر، اللي كيكون طريق إلى الشرك الأكبر. إلى كان الإنسان والعياذ بالله يعظم هذا الأمر، وإلى الإنسان خطأ وغواه الشيطان ولا نسى يقول لا إله إلا الله، نسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، وألفتنا على إمساك ألسنتنا فيما يرضيه عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه وسلم.